النهارده يوم اجازتي، وكالعاده صاحيه متاخره ومتسربعه، وما كنتش محضره من قبلها بليله انا هعمل ايه. المفروض لما بعمل كشري مصري ببقى محضره من قبلها بليله العدس والحمص وبنقعهم في ميه ليله كامله. فاضطريت النهارده ان انا احط فيهم ميه مغليه، وبعد ساعه ونص ادوني النتيجه اللي انا عايزاها. انا عن نفسي مش بحب الكشري الحله الواحده، وما بحبش العدس يتحط على الرز والكلام ده كله. انا بحب اعمل مكونات الكشري كل مكون على حده، واللي بيجي بقى يغرف هو يبقى يزود ده وينقص ده براحته. اول حاجه هبدا بيها البصل، وهسيب الراس بتاعته كده زي ما انتم شايفين، عشان وانا بقطعه البصله ما تفكش مني، الراس دي بتبقى ماسكاه. هقطعه بقى على ايدي بالسكينه، هقطعه بالاله دي باي طريقه، المهم ان انا اقطعه كله قد بعضه. في طاسه كده على النار هحط زيت، والبصل هعصره كويس من الميه بتاعته، وهحطه كده في الزيت، وانا هعمله على مرتين عشان الكميه عندي كبيره شويه. البصل بقى عشان يقرمش معايا لا هحط عليه دقيق ولا نشا ولا ملح ولا اي اضافات، مجرد بس ان انا هعصره من ميته وهحطه في الزيت. لما اطلعه هطلعه على مناديل، واول ما الاقي فيه اطراف بسيطه كده في البصل بتبتدي يبقى لونها ذهبي، هوطي النار عليه خالص وهفضل مستمره في التقليب لحد ما يوصل عندي للون الذهبي الفاتح ده. اول ما يوصل اللون ده هطفي عليه خالص، وهبدا اطلعه بقى كده بسرعه، واحطه على مناديل. هعمل الكميه التانية نفس الكلام بالظبط. انا عملته مرتين عشان الكميه كانت كبيره شويه. بصوا طالع لونه عامل ازاي وبيقرمش جدا، واللي اتبقى مني لتاني يوم في التلاجة كان لسه مقرمش برضو. يجي بقى للعدس، ده منظره بعد ما اتنقع. غسلته كذا مره كده وصفيته، وفي حله على النار فيها ملح وكمون، وهنزل بالعدس المنقوع والمغسول. وبعدين من وقت الغليان هحسب له 10 دقايق بالظبط وهطلعه، ومش هسيبه اكتر من كده عشان ما يتهريش. نيجي بقى للصلصه، شويه زيت كده وعليهم توم وكمون وكزبره، هقلب فيهم كده، واول ما اشم ريحه التوم هنزل عليه بشويه خل صغيرين، وبعدين هقلب. واول ما الخل يغلي هنزل عليه بالصلصه. الصلصه اللي انا عاملاها لا تقيله زي بتاعه المكرونه ولا خفيفه، بصوا قوامها عامل ازاي مظبوط. وانا بضربها في الخلاط حطيت عليها معلقتين صلصه جاهزه، وبعدين هحط عليها ملح، فلفل اسود، وشويه سكر صغيرين. بس كده هقلبها، وهبدا برضو احسب لها من وقت الغليان ربع ساعه. العدس اهو استوى معايا، هطلعه وهصفيه. الحمص نفس الكلام برضو، ميه وملح وكمون. بس الحمص بقى هسيبه بقى يغلي بقى براحته بقى لحد ما يطرى معايا، ممكن ياخد نص ساعه على النار. حطيت ميه البصل كده على الصلصه، وقلنا نحسب لها ربع ساعه من وقت الغليان وهتبقى جاهزه معايا. نيجي بقى المكرونه. يعني القاعده بتقول ان انتوا تعملوا مكرونه عقل صغيره المرمريه دي، ومكرونه سباكيتي. انا الصراحه مش بحب اكلها غير بالمكرونه دي، وما اقصدش الشكل ده قد ما اقصد النوعيه دي، وهوريكم شكلها لما تتسلق عامل ازاي. هقول لكم اسمها عشان ما تنسوهاش. ايه هي عاصمة تركيا؟ أنقرة. أنقرة. نيجي للرز بقى، هحط كوبايه شعريه على كوبايه رز، شويه زيت كده على حته سمنه، وهنزل عليه بالشعريه، واول ما تبقى ذهبي هنزل عليها بالرز. هقلبه كده معاها شويه، وبعد كده هحط معلقتين ملح، وهنزل بالميه السخنه. ولازم الميه تبقى سخنه عشان الرز يبقى مفلفل معايا. مقدار الميه بقى لو مش عارفين تظبطوه بالنظر، يبقى كوبايه الرز عليها كوبايه وربع ميه. بصوا شكلها عامل ازاي لما اتسلقت. الميه مش معكره خالص ولا نزلت نشا ولا اي حاجه، دي تقريبا افضل نوعيه انا استخدمتها. الرز اهو عدى عليه دقيقتين 3 واتشرب. هغطي عليه واحط تحتيه صاجه، وهغطي عليه النار على الاخر، وهسيبه تلت ساعه يستوي بالبخار. نيجي بقى للدقه. عندي ملح وكمون وكزبره وشطه، على توم مهروس ومعلقه خل، وهحط عليها كوبايه ميه سخنه، وهقلب كده كويس الملح. وبحب احط عليها كبشه صلصه، هقلبه كده واحطه في ازازه ازاز.
عشان بس البلاستيك بيتفاعل مع السخن. كده 7 مكونات جاهزين. الرز هو عدى عليه تلت ساعة واستوى. ادي ال7 مكونات. واللي بيحبه حامي هيزود مكون كمان، واللي هو الزيت اللي بيتحط عليه شطة وبيتعمل على النار. هبتدي بقى اغرف المكرونة وبعدين الرز وبعدين العدس وبعدين الصلصة وبعدين البصل، وهتوسع قوي بالحمص عشان ده طبقي، واخر حاجة الدقة، وبس على كده.